السماح للفلاحين بتسويق منتجاتهم بأسواق الجملة والترخيص لهم بالبيع بالتجزئة مباشرة للمواطن هو الإجراء الذي تراهن عليه الحكومة للحد من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بالأسواق الجزائرية، قرار رحب به اتحاد الفلاحين وهذه تبريرتهم. احنا نسمنوه، طالبنا عدة مرات بانشر يرخصوا للفلاحين، يهز المنتوج تاعه ويدخل به سوق الجملة ويبيع، لأنه اليوم صبحوا متدخلين بزاف، يشري كيلو تاع البطاطا ب50 دينار ويصبح يحب يبيعه ب70 دينار، يهز من هنا يحط من هنا يدي 20 دينار اللي ما اداهاش الفلاح المنتج. احنا حبينا نكسروا المضاربة، حبينا نكسروا الاحتكار، درك هنا ندخلوا خدمتين حقيقة، لكن لازم يدخل ظرف ويدخل بالمنتوجات تاعو، ما يدوش على ظهره الربح هذاك يدي 20 دينار اللي هو ما يديش حتى 5 دينار في الكيلو. وبالمقابل لاتحاد التجار رأي مخالف، فالفلاح غير قادر حسبهم على القيام بمهمة الإنتاج والتسويق في نفس الوقت، وتكليفه بمهمة التاجر يسبب تداخلا في المهام بين المنتج والتاجر، وسببا مباشرا حسبهم في تذبذب سلسلة الإنتاج ككل. احنا احتجينا عليه منذ زمان، واحتجينا عليه لأعلى سلطة البلاد، وهذا ما هو صائب، لأن الفلاح ديجا هو مغبون باش ينتج لنا وباش يجيب لنا ذاك الانتاج حتى يتعب. نحبسوه من الانتاج نقول له روح بيع هذا الانتاج والانتاج جاي ما يكونش كاين. هذه واحده. ثانيا الفلاح معفى من الضريبه. احنا عندنا تجار يخلصوا الضريبه ويخلصوا عندهم يغلقوا هذو ونجيبوا الفلاح يخدم في بلاصتهم. توجد الاول اللي يبيع لك الفلاح يكون رخيص. من تماك الايام الجايه الفلاح ما يبداش ينتج بزاف، باسكو ما عندهاش وقت باش يبدا ينتج، عندها الوقت باش ينتج، الانتاج ينقص، ونولوا القضيه تاع العرض والطلب، نولوا عيطه مواد تغيب من السوق. وبين هذا وذاك يبقى كل طرف يرافع لأجل مصالحه المهنية وخياراته ما يضع المستهلك الجزائري كل مرة أمام حتمية تحمل تكاليف غذائية وشرائية باهظة تعصف أكثر بقدرته المالية واحتياجاته العائلية.